دايما بحس ان البداية صعبة. في اول يوم في اي مشروع جديد كنت دايما بحس باحساس غريب، دماغي كانت مليانة اسئلة. ابدأ منين؟ اعمل ايه؟ هو انا قد ده؟ ببص حواليا بلاقي الناس بتحقق نتائج مخيفة. نقطة الصفر عند ناس تانية تساوي رقم 100 بالنسبة لي، وانا لسه بحاول افهم ازاي اعمل اول خطوة. واصوات الشك عمالة تكبر في راسي، مش هينفع، انا مش كفء، ايه الفايدة؟ افتكرت اول مرة اتعلم سواقة العجل، كنت كل مرة اخاف ان انا اقع، ولكن كنت بختار ان انا اخد خطوة تانية. والموضوع ببساطة شديدة جدا، الرحلة بتبدأ باول خطوة حتى لو كانت بسيطة. افتكر دايما ان مهما صعبت البداية او طولت دي مش النهاية. استمتع بالرحلة عشان تعرف تسلك، ما تفرحش بالنتيجة فتفشل. اشتغل الشغل وسيب ارث لغيرك. اصحى كل يوم كأنه اول يوم تشتغل فيه، واعمل الحاجة اللي بتعملها كأنك اول حد بيعملها. رغم ان انا بقالي 4 سنين بصور وجربت حاجات كتيرة جدا في الرحلة بتاعت صناعة المحتوى، سواء كنت بتكلم في البيزنس او في ريادة الاعمال او حتى في نصايح عن الحياة، فانا هعتبر ان ده اول يوم في الرحلة. فاهلا بيك في الرحلة. في سلسلة جاية عن الرحلة جامدة جدا، فاعمل لي فولو واستنى اللي جاي وشوف السيريس ممكن توصل لحد فين، وشجعني ان انا اكمل او اوصل لاكبر عدد من السيريسز للرحلة بكونسبت الرحلة باسم الرحلة. فيلا نكبر سوا.